في معلم بقى في المرحله دي انا ما انساه نهائي، ما انساه ما حييته. يا سلام. المعلم ده هو الاستاذ عبد الحي كوبيل ساتي. المعلم ده كان معلم مدين متدين في وقته، في لانه الناس وقته. كانوا يكونوا ايوه مدين بعيدين يعني. عن وكان يعمل كالاتي: يطلعنا يعلمنا الصلاه، وكنا نصلي الظهر جماعه لاول مره في تاريخ المدرسه في عصره، كان سنه 85. مره كنا في المذاكره، نحن في سنه سادسه عندنا مذاكره، فنجي بالليل نذاكر المسائيه. المسائيه، فقام حصل خسوف للقمر، فطلعنا وعلمنا صلاه الخسوف. يا سلام. وهذه والله الاشياء ما تظل انساها. عالقه ما دامت هي في مرحله مبكره، تظل عالقه بالذاكره. عالقه بذاكره جدا. لانه عنده وقع في نفسي. هو قام سبحان الله في مسجدي بقي يحضر لي في اذاعه طيبه. يا سلام. هو الان موجود ده محمد سيد، موجود في موجود. انا احكي لهم قصتي معه يعني. نعم. طيب. يقولون ده محمد سيد اللي نحن درسناه زمان، يقول لي اي، وبقى يجي يصلي معايا المنبر في الخطبه، ويلقى الناس كتار والجمعه غفيره ويستحي ويمشي. يا سلام. وانا ما اعرف، قمت سالت الطلاب اللي درسوا معانا، قلت لهم يا اخواننا استاذ عبد الحي وين؟ فوصفوا لي بيته. ركبت من بيتنا الصافي هنا، يا سلام. وذهبت اليه اسال من حي الى حي حتى وصلته. يا سلام. لما رآني أذكر كان قريب ده، كان قبل شهور وناسب، قبل أشهر. نعم. طلع بالعراقي والسروال الطويل واحتضنني، وسبحان الله بعد ذلك بدأ يأتي ويصلي معي. قال لي يا أخي أنا بصلي معك طوالي، يجي من الحدوث ويجي يصلي معي، يقول لنا صلي بعيد، وألقى الزحمة شديدة وأقول ربما أنك لا تذكرني. يا سلام. فأقول له نحن بعض كسبكم ونحن بعض بذرتكم. فحقيقة أستاذ فاضل، الأستاذ صالح، الأستاذ محمد آدم، فيه من ترك التدريس أنا أسأل عنهم وأسأل عنهم وكذا. في أستاذة جاءتنا في الابتدائي، وهذا على غير العادة، درستنا فترة يعني بسيطة، وكانت إنسانة محترمة، وطلاب برضو في المرحلة دي يعني محترمين جدا، اسمها الأستاذة سعاد. ما أعرف أكثر من ذلك يعني، إنما أحفظهم بهذه الأسماء. في أستاذ درسني في المتوسط، ممكن بعد ذلك نتكلم عن المتوسط شوية،